يا مساء الرباعيات عليكم. يا مساء المتعة في الدوري المصري تحت فريق واحد اسمه نادي الزمالك، اسمه معجزة نادي الزمالك، اسمه حلويات نادي الزمالك. الزمالك بيبعت رسالة للكل، بيبعت رسالة للست سبع فرق اللي معانا في مجموعة البطولة. هل من منافس يقدر على نادي الزمالك؟ هل في حد كبير عندكم نعرف نكلمه؟ يعني النهارده في بداية أول مباريات بطولة المجموعة أو مجموعة البطولة أو سميها زي ما عايز تسميها، بنلعب فريق المصري وما أدراك المصري، عشان النغمة اللي شغالة ده المصري يا عم، ده المصري أي كلام، ده المصري تعبان، ده المصري عيان، ده المصري حرقان. المصري الزمالك بيفوز عليه 4-1 بعد ريمونتادا عظيمة تحت قيادة واحد بس، وهو الأسطورة ناصر منسي. أسطورة غصب عن الكل، أسطورة غصب عن أي واحد مش عايز يعترف بالحقيقة، أسطورة غصب عن حسام حسن اللي خده في المعسكر وما لعبوش دقيقة واحدة، ولكنه أسطورة. أسطورة بأهدافه، أسطورة بإمكانياته، أسطورة وحجز جايزة بوشكاش بدون أي منافسة تاني بعد جون تالت عالمي يقدر يجيبوا النهارده وجونين النهارده عشان شبه يتصدر هداف الدوري. لعيب اسمه ناصر الاسطوره، لما تيجي تنادي اسمه قول له الاسطوره. الاسطوره واحد هو ناصر منسي، مع المبدع بزيره، مع العالمي فتوح، مع الجلاد الدباخ، مع أيقونة نادي الزمالك. الزمالك يتصدر الدوري بجدارة واستحقاق رغم الانتكاسات، رغم إيقاف القيد، رغم قلة الفلوس، رغم كل شيء. وراه حاجة واحدة، جمهور عظيم بيجي ورا النادي بدون دعوات وبدون برديات وبدون حزنبلات وبدون شحاتة وبدون أي شيء. جمهور دايما مقفل المدرجات. نادي الزمالك بينافس على الدوري بقوة، نادي الزمالك متصدر الدوري، نادي الزمالك الوحيد اللي بيمثل مصر في البطولات الأفريقية بعد خروج ثلاثي المرح من البطولات الأفريقية. فبالتالي لابد من كل الاحترام لنادي عظيم اسمه نادي الزمالك. ولو كان في شوية تركيز كنا غلبنا ماتش انبي وكنا خلصنا كل حاجة، كان ليه لا نحتفل بالدوري قبل بدايته الدور المجموعات بتاعة دور البطولة؟ وكانت سهلة جدا لعيبة نادي الزمالك، ولكنها عادت نادي الزمالك ان هو دايما يلعب على الصعب، يدي فرص للمنافسين، يمكن يخلي عندهم شوية من الاحمر، شوية ينافسوا معانا، يخلوا الدوري حلو. عشان كده الزمالك عظيم بجمهوره، الزمالك من حقه يفرح، الزمالك من حق جمهوره يتدلع ويتنك ويعمل كل اللي عايز يعمله، لان اللي بيحصل عكس التيار، عكس الواقع، عكس كل حاجة. واحد يقول انت مأفور، لازم أفور. انت لو في نفس مكاني كنت هتأفور وانت عندك كل الامكانيات. تخيل انا ما عنديش اي امكانيات، ما عنديش لعيبة، بلصم اي تلصيمة والدنيا ماشية زي الفل ومتصدر الدوري واقوى هجوم واقوى دفاع وكذلك هداف الدوري. عايز ايه تاني عشان اثبت لك ان انا منافس رقم واحد في مصر؟ والكل اللي قلل من نادي الزمالك، والكل اللي قالك هيختم رابع ولا خامس ولا سادس، والكل اللي رتب الدوري على حسب الاهواء والامزاج، يقول لك الاهلي الاول وبيراميدز الثاني وسيراميكا الثالث والمصري الرابع والزمالك الخامس، كلهم طلعوا خرفان كرويه لا يفهموا شيء في كره القدم، لان الزمالك هو رقم واحد في مصر. الزمالك هو القادر على عمل المعجزات، وهو ده اللي بيحصل. ولسه للأسف لو كانت الدنيا مقلوبة، نادي الأهلي هو اللي عنده ايقاف القيد، نادي الأهلي اللي عنده مشاكل، نادي الأهلي اللي عنده كذا، وكان بيعمل النتائج دي، كنت طلع الزملكاوية اتكلموا بكل احترام وبكل قوة وبكل تقدير على نادي الأهلي. ولكن العكس دايما، لما العكس الزمالك بيتقدم، الزمالك بيبدع، الزمالك متألق، الزمالك بيعمل كل اللي عليه وكل شيء، ما تلاقيش تقدير ليه. تلاقي دايما حمله ممنهجه، اصل التحكيم، اصل ده المصري، اصل اللي اصل. ما سهل قوي يا جدعان. خش للطرق دغري كده وقول له برافو عليك زمالك، انت احسن، انت جميل. النهارده صفحه ماجيكانو بعت ليه رساله لعيبه الاهلي، خلي عند اللي خلفوكوا دم
واتفرج شوف الزمالك بيعمل ايه. الرساله دي معناها بيقول لك اتفرج شوف الزمالك بيعمل ايه وخلي عندكم دم. تخيل النادي الاهلي بيرصد مكافآت 250,000 جنيه لكل لاعب في النادي الاهلي في حاله لو فاز كل مباراه في الدور المجموعة البطولة اللي هم ال6 ماتشات، وبيرصد 1,000,000 جنيه ولا 1,500,000 لكل لعيب في حالة الفوز بالدوري. شفت الفلوس عاملة ازاي؟ ومع ذلك النادي اللي ما بياخدش فلوس، النادي اللي بيلعب بروح جماهيره رقم 1 في مصر غصب عن اي حد، اقبل وافق ارفض زي ما انت عايز، اجمل واقوى واكتر حضور في الدوري المصري هو نادي الزمالك بشهاده الاعلاميين الاهلاويه، الاعلاميين. شكرا لكل المحترمين اللي معايا على الصفحه، شكرا للكلام المحترم اللي بيتقال، هو ده لازم اللي يتقال. الزمالك النهارده خسران 1-0، لسه راجع من اجازه طويله، يرجع قدام فرقه كبيره زي المصري 1 و2 و3 و4 باداء 10/10، ولولا بعض الرعونه من بعض اللعيبه من ناصر منسي وعدي الدباغ كانت النتيجه تبقى اكتر من كده. لكن برافو زمالك، برافو المايسترو معتمد جمال المدرب، على ليس له سي في غير مع نادي الزمالك فتره وانتهى، وبعد كده كان ضيف في الاستوديوهات. الراجل اللي ما بياخدش فلوس، بعكس لاعب النهارده تقارن الفلوس اللي بياخدها مدرب المصري كوكي ولا تروب ولا اللي مشوا من النادي الاهلي ولا مدرب بيراميدز ولا علي ماهد، كل الراجل ده بياخد ربعهم وما بياخدهوش. هو وكابتن ابراهيم صلاح النهارده جلاد لكل الفرق، النهارده متصدر الدوري بجداره، النهارده بيلعب على افريقيا وعنده ماتش صعب امام شباب بلوزداد الجزائري. كل الكلام ده لازم يتحط له. النهارده الزمالك خسر صبحي، خسر عواد، موجود المهدي سليمان اللي الكل اتريق عليه النهارده، وحامي حمى عرين نادي الزمالك. النهارده عوده عمر جابر في وجود محمد ابراهيم الناشئ، عوده بنتايج القوي جدا مع وجود في ظهره المايسترو فتوح. حسام عبد المجيد عالمي افضل مدافع في مصر، بالرغم ان ما حدش يتكلم. جنب ياسر ابراهيم كويس جدا، لكن حسام عبد المجيد مش واخد حقه. يعني الفاشل حسام حسن بيفضل عليه وبيسيبه دكه. الفاشل حسام حسن اللي خد كوكا، مع احترامي الكوكا، اللي خد محمد عبد المنعم اللي عاد من اصابه كبيره جدا، ربنا يشفيه ويعافينا. محمد عبد المنعم قيمه كبيره جدا، ما خدش محمد اسماعيل المايسترو النهارده اللي ركيز الدفاع 10/10، اللي بيتقدم في النص 10/10، اللي بيباصي باصات مجرمه وبيعمل مرتدات قويه جدا. الفاشل حاول يكسر معنوياته، طلعوا بره القايمه وما خدوش معاه. كذلك غياب محمد شحاته النهارده ما تاثرناش بيها، لان موجود احمد ربيع، موجود عبد الله السعيد، موجود لعيبه كتيره جدا، موجود محمود جهاد، بزيرة المبدع بجون النهارده المايسترو اللي عامل العداء الدباغ. قدر نادي الزمالك يتعادل في وقت حساس جدا، فبالتالي ومع انه اتضرب كتير جدا لم يحمم الحكم كالعاده. النهارده ناصر منسي اسطوره كعادته، النهارده الزمالك بيلعب بدون جناح شمال ولا يفرق مع نادي الزمالك. نزل عمرو ناصر ما اختبرش، نزل احمد شريف ما اختبرش، نزل لعيبه تانية، نزل ادم كايد للمسه حلوه جدا وعايد من اصابه. الزمالك حلو. الزمالك يستحق الصداره، الزمالك يستحق ان يلعب على الاول والثاني. لو ربنا كرمنا وخدنا الدوري هيبقى دوري المعجزات، دوري اللي يستحق الثناء عليه، دوري افجر دوري عمله نادي الزمالك بدون اي امكانيات، بدون اي شيء، عشان يثبت ان الجمهور رقم 1 قادر يدب الروح في الفرقه، وان عزيمه واسم نادي الزمالك عظيم بما حضر. اي 11 واحد هيلبسوا تيشيرت الزمالك وراهم جمهور صخر اسمه الزمالك، هتبقى دي النهايه. هل من تقدير؟ مش عايزين تقدير من حد، لان انا عارف ومتاكد عمر ما هتلاقي تقدير من الاهلاويه، بالعكس دايما يقلوا منك. لكن الزمالك عظيم وكبير عندنا، ولو عندكم نفس الصفاء اللي عند مشجعين نادي الزمالك كان حال الكره المصريه اختلف كل الاختلاف عن اللي حصل. مبروك للزمالك، مبروك لجماهيره، متصدر بجداره، متصدر. لا تكلمني زمالك اوف في المرحله الثانيه، لان الزمالك عنده مهمه افريقيه، ماتش يوم الجمعه القادم امام شباب بلوزداد الجزائري، ماتش صعب، بتلعب بطل الجزائر.
اي كلام خايب خايب خايب. اصل دوره رمضان، اصل دوره جمهورجان، انت لا بقيت بتلعب في دوره ولا انت بقيت موجود في افريقيا. والكلام لبعض الناس الغير محترمه اللي بتشجع النادي الاهلي. جمهور الاهلي كله محترم، لكن في بعض القله موجودين في جميع الانديه هم دول عندهم كده، قاعد يقول لك دوره رمضانيه دوره رمضانيه. ادي انت اخويا بره، انت وبيراميدز والمصري والزمالك هو اللي بينافس على افريقيا، وانت ما بتنافسش غير على المحليات. فبالتالي يشكر الزمالك، عنده شباب بلوزداد الجزائري ماتش صعب في الجزائر يوم الجمعه، ومن ثم مباراه يوم الجمعه القادمه في القاهره ان شاء الله باذن الله، ومن ثم بيراميدز ثم انبي ثم الاهلي ثم سموحه ثم سيراميكا كليوباترا. كل التوفيق لنادي الزمالك، تستحقوا الاشاده، تستحقوا التكريم، تستحق يتعمل لكم تماثيل، لان الزمالك رقم واحد في مصر. الزمالك منافس بسبب جماهيره، بسبب روح لعيبته، بسبب قوه معتمد جمال. شكرا لجماهير الزمالك اللي كانت حاضره النهارده، وان شاء الله اكون معاكم في ماتش شباب بلوزداد الجزائري في القاهره وبيراميدز، وكل الماتشات اللي جايه ان شاء الله نقدر نروحها. ومحتاجين كل زملكاوي يقفل المدرجات في الفتره القادمه عشان نحسم اقوى دوري في مصر. ان شاء الله هيكون زملكاوي، وهتبقى المعجزه اللي اتحققت على اراضي مصريه في الدوري المصري. شكرا ليكم، ونتقابل ان شاء الله باذن الله. ادي واحد اهو ابو ياسميخ، يا عم بطل كذب، انتوا اكثر جمهور. احنا اكثر جمهور ليه يا ابو ياسمين؟ انت انا ممكن اهينك دلوقتي، ممكن اشتمك، بس انا مش هشتمك. احنا ليه اكثر جمهور؟ ليه شايفنا احنا قذرين؟ ليه عملنا لك ايه؟ شتمناك؟ لا. جينا ناحيتك؟ لا. جبنا سيرتكم؟ لا. عملنا لك حاجه؟ لا. بس هو قله ادب وخلاص. مش هرد عليك، انا اتعودش ان انا ارد على الناس الغير سويه الغير محترمه. هسيبك لضميرك واسيبك لكل الناس، لان سهل الشتيمه. انا عمري ما شتمت جمهور نادي الاهلي، دايما في قله غير محترمه في جمهور الاهلي، اعتقد انت واحد منهم، وفي قله غير محترمه في جميع نادي الزمالك، ما اعتقدش ان انا بشوف حد منهم في الوقت الحالي، ولو شفت حد فيهم انا اول واحد ههينه، لان احنا كوره ثم احترام ثم كوره ثم احترام، والافضل هو اللي بيفوز، والافضل نقول له برافو عليك، واللي يستحق نقول له الف مبروك، لكن لما يستحقش نقول له انت ما تستحقش. ما عندناش احنا اصنام، وما عندناش اي حاجه من الكلام اللي هو عندكم. احنا عندنا بنقول الكلام ده. ما اعرفش اكثر رموز في الكره المصريه، ما اعرفش انت شكلك ياباني او شكلك حاجه زي كده تقللوا من انجازات. مين قلل من انجازات الاهلي؟ مين يعني؟ انت النهارده لو جيت سالت اي واحد جاهل ما بيفهمش كوره زي حضرتك، قلت له مين افضل فريق في افريقيا، هيقول لك النادي الاهلي الف ب. مين اكتر واحد هو حقق بطولات لمصر؟ هنقول لك النادي الاهلي. مين اكتر واحد شرف الكره المصريه في المحافل الدوليه والافريقيه والمحليه؟ هو النادي الاهلي. كل الكلام ده للأعمى شايف حاجه زي كده، كل حضرتك شايف حاجه زي كده، او كل حضرتك عايز تقيس ان اسمه ده ربي، ان واحد متخلف زملكاوي قال لك قلل حاجه زي كده. يا باشا انا بحترمك وانت على راسي، لكن ما ينفعش تشتم. احنا ممكن نختلف بالاحترام، لكن النهارده ما ينفعش حد يقلل من قيمه النادي الاهلي. ده يبقى جاهل ومتخلف اللي قال من قيمه النادي الاهلي. يمكن الاهلي عنده ظروف الفتره السنه دي، لكن الاهلي قيمه لا حد يخفاها غير المتخلف او الجاهل. رقم واحد في مصر هو النادي الاهلي. انا واحد زمالك بقول لك رقم واحد في مصر هو النادي الاهلي، لكن اللي بيعمله نادي الزمالك هو المعجزه. ماليش دعوه برضا بعال، ماليش دعوه بجمال حميد، انا ماليش دعوه بالناس دي. الناس دي بتاعت سبوبه، الناس دي بتاخد فلوس. انا بكلمك على المشجعين المحترمين. استاذ محمد سامي شكرا ليك، شكرا يا محترم. استاذ وصفي المصري مش فاضي، المصري فرقه قويه جدا، المصري وعنده لعيبه قويه جدا. المصري وحش الفتره اللي فاتت دي، لكن المصري يمتلك مدير فني محترم، يمتلك لعيبه على اعلى مستوى، ويفوز عليه نادي الزمالك فوز لا يقلل من فرقه المصري. والاهلي لما يلعب المصري انا بالنسبه لي يبقى ماتش صعب جدا جدا جدا، لكن ما ينفعش نقلل من فرقه المصري. كل الفرق اللي موجوده في المرحله الاخيره ال7 فرق كلهم اقوياء باستثناء انبي اللي غلبنا ده، لكن انبي طول عمره رخم مع الاهلي ومع الزمالك، لكن انا شايفهم كلهم فرق محترمه، عملوا نتائج قويه جدا في الدور الاولاني. فبالتالي كل الاحترام لكل الناس يا استاذ ابو ياسمين، كل الاحترام ليك، لكن الناس دي تطلع على الشاشات عشان سبوبه وعشان فلوس وعشان يعملوا ريتش وعشان حاجه زي كده. سيبك من الناس المتخلفه دي، الناس دي ما بتدورش غير على الشو والكلام ده. خلينا احنا نتكلم
كوره 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 كوره. كل الاحترام لكل جمهور في النادي الاهلي، كل الاحترام لفرقه النادي الاهلي، كل الاحترام للزمالك وجماهيره نفس القصه. شكرا ليك يا محترم، انا بحترمك. هو ده الكلام المحترم. الزمالك نادي كبير، انا مش محتاج حاجه غير كده. الزمالك فعلا نادي كبير والاهلي فعلا نادي كبير، واحنا بنحترم جمهور الاهلي وانتم المفروض تحترموا جمهور الزمالك. ولاي حد متخلف يحاول يقول لك ان النادي الاهلي قال ان انجازاته يبقى جاهل رقم واحد في مصر، لولا ما كانش مصر موجوده على الساحه العالميه ولا الافريقيه هو النادي الاهلي. نادي الزمالك ما خدش بطوله افريقيا من 2002 وانا كنت في الملعب. نادي الزمالك لم يصعد لكاس العالم للانديه، صعدنا مره واحده واتلغت البطوله، واللي بيشرفك دايما وموجود وسمعته عاليه جدا هو النادي الاهلي. اي حد يقول لك حاجه غير كده ده متخلف وبيحاول يطمس الحقيقه اللي محدش ما يعرفش ان هو يجهلها. يبقى ده ما تتكلمش ولا تتناقش معاه في الكوره. فالكوره هو رقم واحد النادي الاهلي، رقم اتنين الزمالك. هم دول قطبي الكره المصريه. الاهلي الاول بانجازاته وتاريخه وبطولاته، ومن ثم نادي الزمالك. اي حد يقول لك اصل قطب الكره اتغير ما بين الاهلي وبيراميدز، الاهلي وبني سويف، الاهلي كل الكلام ده فاسخ. اهلي زمالك هم قطبي الكره المصريه، هم اللي محلين شكل الدوري. عشان الزمالك اول الدوري، عشان الزمالك عامل كده الدوري حلو. والاهلي قال الاهلي خسر الدوري، متخلف اللي يقول لك كده، متخلف اللي يقول لك كده. الاهلي سيظل منافس على بطوله الدوري حتى اخر دقيقه في المباراه، لما الزمالك يلعب سيراميكا ولما الاهلي يلعب المصري، لان الاهلي قادر كل القدره بسهوله على الفوز بالدوري. ولحد النهارده ما اقدرش اقول لك ان الزمالك بطل الدوري، ما اقدرش اقول لك حاجه زي كده. اللي بين الزمالك والاهلي 3 بونت. هل النادي الاهلي قادر على الفوز على نادي الزمالك؟ جدا وبسهوله، بسهوله. هل نادي الزمالك قادر على الفوز النادي الاهلي؟ بسهوله، لان الماتش ده بالذات ملوش كبير وملوش حاجه زي كده. لكن فرق 3 بونت فرق سهل جدا 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 ما بين الاهلي والزمالك. فبالتالي الدوري لم يحسم، الدوري سوف يحسم في الامتار الاخيره زي ما بيقولوا. كل التوفيق للكره المصريه، مبروك للزمالك، مبروك لجماهيره. كل الاحترام لاي حد عندي في الصفحه، انا بحترمكم وما بحبش حد لا يغلط في الزمالك ولا يغلط في الاهلي. احترم الاهلي، احترم الزمالك، هتلاقي دايما النقاش محترم بعيد عن اي حاجه وحشه بينا. ما تدخلوش العيال الصغيره اللي بتخش في وسطينا وبيحاولوا يسخنوا الدنيا. في الاخر احنا لقينا الملاعب بتاعتنا فاضيه، مفيش جمهور بيحضر، والكره المصريه تراجعت كتير جدا جدا. خلينا نرجع اخوات زي ما احنا، والافضل هو اللي هيفوز ببطوله الدوري. طولت عليكم كتير، لكن ان شاء الله يا رب الواحد فرحان بفوز نادي الزمالك فطلع اتكلم. لسه ما حدش، الاهلي فقد نقاط كتير والزمالك فقد نقاط كتير وبيراميدز فقد نقاط كتير، كله فقد. الاهلي بقى تغييرات المدربين، اوضه اللبس، تفاوت الفلوس ما بين اللعيبه، مشاكل كتير جدا. مبروك للزمالك، مبروك لجماهيره. مش عايز اطول عليكم اكتر من كده، ولكن نتقابل ان شاء الله في ماتش صعب جدا. واحد يقول لك يا عم ده سيراميكا ملكي الاهلي وبيفوز عليه بسهوله. محدش هيسيب نقط لحد. الاهلي عنده 40 بونت، سيراميكا عنده 38 بونت، يعني مباراه ما بين الثالث والرابع. محدش هيسيب النهارده. برافو عليك يا استاذ مصطفى. يا ريت حسام حسن، ده انا قلته في الفيديو في بدايه الدوري، يتفرج على ناصر منسي النهارده، ما ادالوش دقيقه واحده امام السعوديه وامام اسبانيا. وكذلك محمد اسماعيل بيطلعوا لحساب ناس مع كل الاحترام ليها، حتى لو بتنتبه. طارق علاء مين يا كابتن حسام يا حسن؟ كابتن حسام حسن يا فاشل. طارق علاء مين اللي انت تاخده وسايب محمد اسماعيل العالمي بتاعنا؟ مش عشان زملكاوي، لما كان بيلعب في زد قلنا عليه عالمي. فانا مش عارف، حسام حسن متخلف، والنيات السوداء اللي جواه دي ان شاء الله يعني ما اتمناش حاجه زي كده، حاجه وحشه لمصر. لكن النيات الزباله اللي جواه ديت هتطلعه من كاس العالم بفضيحه لو استمر على النيات السيئه ديت في القايمه النهائيه ان شاء الله. شكرا ليكم، وان شاء الله نتقابل يوم الثلاث مع مباراه قويه جدا ما بين النادي الاهلي وسيراميكا، مباراه صعبه جدا. وبعد كده ان شاء الله نتقابل مع الزمالك وشباب بلوزداد. طولت عليكم، لكن الفرحه حلوه والزمالك حلو، والمتصدر الزمالك والمتصدر لا تكلمني. تصبحوا على خير.